بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الحكم والإدارة في الحضارة المصرية في العصر العتيق، وعن خطأ تسمية الحضارة المصرية أي حضارة المصريين القدماء بالحضارة الفرعونية بهذا الاسم. أولا سنتحدث عن الحكم والإدارة. بتوحيد إقليمي مصر أصبحت السلطة في يد حكومة واحدة عملت على تنظيم العلاقات بين الشمال والجنوب، واحتفظت بالمظاهر التقليدية القديمة لحكومتي الإقليمين، ومن ذلك على سبيل المثال اتخاذ الملك ألقابا بوصفه ملك مصر العليا والسفلى، وتزيين رأسه بالتاج المزدوج الذي يجمع بين تاجي الشمال والجنوب. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حاول الملوك الارتباط بالإقليمين بشتى الطرق، كمصاهرة العائلات القوية والاشتراك في عبادة بعض المعبودات، وذلك إرضاء للطرفين. وكان ملك مصر أو الفرعون كما يسميه كثيرون هو رأس السلطتين الدنيوية والدينية في مصر القديمة. وكلمة فرعون مشتقة من كلمة مصرية قديمة مركبة هي بر-ع، أي البيت العظيم أو القصر، إشارة إلى قصر الملك. وقد اتسع مدلول الكلمة ليشمل القصر ومن يقيم فيه أي الملك. ولعل ذلك يذكرنا بلقب مماثل وهو الباب العالي، والذي كان يشير إلى السلطان العثماني في الدولة العثمانية. أما عن تسمية الحضارة المصرية القديمة أحيانا بالحضارة الفرعونية ففيها شيء من التجاوز، لأنه لا يصح أن تنسب حضارة بأكملها إلى لقب الملك الحاكم. ويحضرنا في هذا المقام لقب النجاشي الذي كان يحمله ملك الحبشة، فهل يمكن أن نسمي الحضارة الحبشية بالحضارة النجاشية؟ ومثل ذلك كسرى لقب حكام فارس، وقيصر لقب الأباطرة الرومان. فالحضارة تنسب للإنسان ليس للحاكم. وعلى أي حال، كان للملك في مصر القديمة قداسة خاصة اختلفت درجاتها من عصر لعصر. ففي النصف الأول من الدولة القديمة مثلا، أي حتى نهاية الأسرة الرابعة، كان تأثير الروحي على شعبه أقوى بكثير منه في النصف الثاني من هذه الدولة. ونظرا لكثرة المسؤوليات الملقاة على عاتق الملك من تنظيم لشؤون الدولة داخليا وخارجيا، فقد كان يوكل إلى ابنه الأكبر جزءا من هذه المسؤوليات ليكتسب الخبرة اللازمة تمهيدا لتوليه مقاليد الحكم من بعده. وكان الإشراف الإداري على الدولة يوكل إلى كبار الموظفين كرؤساء الكتاب وحكام الأقاليم وحملة الأختام الملكية. وكان لكل إقليم جهازه الإداري الذي يتبع الجهاز المركزي في العاصمة. وكان بيت المال في كلا الإقليمين يقوم بمهمة جمع الضرائب. أما عن حكام الأقاليم فقد كانت لهم اختصاصات معينة حددتها لهم الحكومات المركزية، وكانت الزراعة واحدة من أهم الاختصاصات. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله، وشكرا على حسن الاستماع.